بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. خريستوس انستي، المسيح قام بالحقيقة قام. سعيد جدا باني بشارك مع قدسكم، وبكون فرحان جدا بالمحبة الكبيرة اللي بشوفها وبالاتضاع العظيم اللي بيكون في قدسكم اني اكون معاكم بخدم وسطيكم، وفرصة جميلة اني اشارك بمناطق كتيرة في القاهرة. سعيد جدا بوجودي معاكم. برحب بأبونا يوحنا باقي الأب القمص الرائع الوديع، وأبونا إبراهام، وأباء كلهم حلوين وأجلاء، أنا أحبهم جدا وغالين عليا جدا جدا. خلينا نستثمر الوقت في 3 حاجات. الموضوع اللي عايزين ندرسه مع بعض هو اسمه كده الحكمة في حل المشكلات. الحكمة وحل والمشكلات. وإحنا في فترة القيامة حابب أشارك قدسكم بحاجة لطيفة جدا، الحديث عن القيامة ومشهد القيامة وملائكة القيامة. وأنا عايز أحط 3 نقط بس كده للموضوع بتاعنا، هنسميه كده ملائكة القيامة في حل المشكلات. في خناقة حصلت، وجه الملاك اللي كان عند القبر اللي عند الحجر، وراح اشتكى لرئيس الملائكة وقال لهم مش معنى انا يعني اللي تقعدوني بره، انا عايز اقعد عند الرأس او عند الرجلين. طبعا دي قصة خيالية يعني. فرئيس الملائكة قال له طب هو انت مش عارف انه اللي عند الحجر ده ليه دور، واللي عند الرأس ليه دور، واللي عند الرجلين ليه دور؟ 3 محاور هنتكلم فيهم: ملاك عند الرأس، وملاك عند الرجلين، وملاك عند الحجر خارجا. 3 مبادئ عشان نفتكرهم بس كده، 3 وسائل و3 طرق في مقابلة المشكلات وحلها. عند الرأس فكر المسيح، عند الرجلين المسمار وتعب وخدمة واتضاع، عند الحجر البشرة والتعليم والتثقيف قبل المشكلة. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. أنا خلصت الوعظ. حد عنده أي استفسار؟ أنا خلصت فعلا. حد عنده أي استفسار؟ أصل قدسكم معلمين ومدرسين وواعظين ودارسين وباحثين، فهي الفكرة كده 1 2 3. عند الرأس وعند الرجلين وعند القبر خارجا. 3 ملائكة بيحلوا لنا مشكلة إثبات القيامة، بيحلوا لنا مشكلة مريم اللي قلقانة ومشغولة في الظلام وبتقول من يدحرج لنا الحجر. عندها إشكالية، يبقى عندنا مشكلة اهي. حل المشكلة في 3، 2 جوه و1 بره. نبدأ بملاك عند الرأس. ملاك عند الرأس يعني عايز تحل المشكلة إذا كان في مشكلة، وهنتكلم عن كلمة مشكلة دي بس مش دلوقتي. نمرة 1، تعال نفكر بفكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. قبل ما تدخل في المشكلة خالص، أنا ملاكا وكاهنا يجلس عند رأس المسيح، يفكر بطريقة المسيح، يستمع لكلمات المسيح، يشوف المسيح عايز ايه في القصة دي. قبل ما نخش في التحليل واينشتاين قال ايه، يعني في شوية دراسات حلوة خالص في الموضوع ده، عشان اجي لقدسكم قعدت اذاكر شوية. بس القصة كلها في إشكالية القيامة مثلا كنموذج، وحلها الإنجيل عمله. عند الرأس أول كلمة قالها الرب يسوع في إنجيل القديس يوحنا اللاهوتي الإصحاح الأول كانت إيه؟ أول كلمة قالها رب المجد يسوع
في إنجيل يوحنا اللاهوتي في أول إصحاح. ماذا قال؟ ماذا قال السيد المسيح في إنجيل القديس يوحنا اللاهوتي الإصحاح الأول؟ يوحنا قال في البدء كان كلمة، وفي الغد جاء كتبة وفريسيون سألوا، وفي الغد جاء يسوع واعتمد معهم، وفي الغد يوحنا واقفا واثنين من تلاميذه فقال هوذا حمل الله، فتركه التلميذان فتبع يسوع. فالتفت يسوع وقال، أول كلمة في إنجيل يوحنا اللاهوتي ينطقها السيد المسيح what do you seek، مش what do you want. بتدوروا على ايه؟ غايتكم ايه؟ بتفكروا في ايه؟ مش what do you want. what do you want كوبايه ميه. what do you seek ارتوي. what do you want المشكله تتحل. what do you seek البيت ده يتصلح. what do you want يخلصوا من المكتب ويمشوا دلوقتي. what do you seek الناس دي تعرف ربنا كويس. what do you want اكل. what do you seek اشبع. what do you want خش في علاقات. what do you seek علاقات سوية سليمة توصل للملكوت. دي الإجابة، ودي أول كلمة ينطقها رب المجد الأول تلميذ في المسيحية. ايه دي واضح ان هي قصة كبيرة. ده موضوع مهم، ده موضوع مهم جدا. سابوا يوحنا وتبعوا يسوع، كان المفروض يفرح ان بدأت التلاميذ تيجي بقى. قال لهم لا متأسف، حضرتك داخل على المشكلة او داخل على موضوع او داخل على رهبنة او داخل على جواز او داخل على دراسة، غايتك ايه؟ نقول للطالب الرهبنة ده حضرتك عايز ايه؟ يقول جو جميل ودير حلو ورهبنة وحياة روحية عشان نروح السماء. نقول له كل ده what do you want. غايتك ايه؟ وهو يجاوب بقى براحته. كل مشكلات، انا متاسف انا بقول كلمه مشكلات لان المفروض ما نكررش الكلمه دي كتير، لكن كل تحديات بتواجه المتزوجون، تواجه المتزوجون فاعل ايه؟ انهم مش عارفين الاجابه على السؤال ده. غايتك ايه في الزواج؟ تعال اسال اي واد وبنت يتجوزوا، حد يسليني وحد يغسل لي الشرابات وواحد يشيلني من العنوسه اي كلام اي حاجه. جاوب اي اجابه، بس غايتك ايه؟ يقول لك مش عارف ايه السؤال ده يا ابونا، اللي بيسموها الرؤيه يعني. فالسؤال الاول في كيف نواجه مشكلات ولادنا ومشكلاتنا الشخصية. ملاك عند الرأس، الكونسبت، الفكر، الدماغ دي غايتها ايه في حل المشكلة؟ تتحل ونخلص دلوقتي، ولا البيت ده يبقى صح؟ عندي إشكالية في الحي، الموضوع ده يخلص ولا يتحل؟ 2 كهنة في الهند زعلانين مع بعض، ده خد المكتب المكيف والتاني ما خدش المكتب المكيف، ده خد خدمة اعدادي وثانوي والتاني ما خدش مش عارف ايه. مش عندنا الحاجات دي طبعا في حتة تانية يعني. جبنا ابونا يوحنا، جاب الاثنين الكهنه وقال لهم يا ابونا عيب كده، يا ابونا غلط كده، يعني جابهم من الهند برضه، يا ابونا ما ينفعش كده، ادي احترام لاخوك، يا ابونا مش ينفع كده. خلصت المشكله دلوقتي بس ما اتحلتش. ما هي الغايه في هذه الجلسه؟ ايه غايتي في جلسة الصلح دي، او غايتي في المقابلة دي، او غايتي في الموضوع ده؟ يبقى اول نقطة بسيطة خالص وسهلة خالص ان انا اوصيكم ابهاتنا اللي بتعلمونا ازاي نواجه مشكلاتنا او نعلم ولادنا ازاي يواجهوا المشكلة. رب المجد علمنا حاجة جميلة خالص، هي 3 حاجات.
في إشكالية القيامة حط لنا 3 ملائكة، ملاك عند الرأس، ملاك عند الرجلين، ملاك عند الحجر بره. أول ملاك عند الرأس يفهمنا كده، يقول لنا أنت عند رأس المسيح، عند موضع رأس السيد المسيح، كيف تفكر في المشكلة؟ ازاي بتفكر فيها؟ بتفكر فيها بفكر المسيح. طب المسيح أول كلمة يقولها في إنجيل يوحنا اللاهوتي لأول تلميذ في المسيحية، وقد يوصيك غايتك إيه في المشي معايا؟ فلازم أوضح لنفسي في الأول هدف وفهم المشكلة. المشكلة مش الظاهرة دي خالص، مش اللي قدامي دي، ما وراء المشكلة، ما وراء القصة. فأول حاجة هو ملاك عند الرأس، قدسك ملاك عند رأس السيد المسيح. تفكر كيفما يفكر المسيح. نمرة 2، تنظر كما ينظر المسيح. بننظر إلى المرأة الخاطية أنها خاطية وشريرة، ولا أنها ابنة إبراهيم؟ في 2 زعلانين مع بعض، أبونا وأبونا. 2 ولاد إبراهيم، 2 ولاد ملشيصادق، 2 ولاد المسيح. عارف تتعامل معاهم إزاي؟ لا 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 أبونا فلان ده لا 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 صعب. ما أنا عارف إنه صعب. وأبونا التاني صعب جدا. لا، هما 2 حلوين جدا، بس هدف إبليس إنه يوقع 2 فقط. يعني أبونا ده طيب، ده أنا كنت شايفه إنه وحش جدا. لا، أبونا مش وحش. لا، أبونا ده مش وحش. كيف أنظر للمشكلة بعين المسيح؟ هو المسيح كان بينظر ليها إزاي؟ كان بيبص على أولاده إزاي؟ كان بيبص على بطرس وهو بيعمل له إزعاج، بيبص عليه إزاي؟ ده حبيبي، بطرس ده صديقي، تعال نروح، تعال معايا، أصل أنت جدع، أنت هتشدد إخوتك، أنا شايف فيك الحلو. يا رب أنت شايف شاول اللي رايح يقتل، والراجل بيبادر بنفسه أنه يروح يجمع جوابات علشان يعذب المسيحيين. أنت شايفه إزاي؟ ده إشكالية كبيرة. شاول ده إشكالية عظيمة جدا. ربنا مش شايفه مشكلة خالص، مش شايفه إشكالية. كيف ترى بعين المسيح؟ كيف تفكر بفكر المسيح؟ 3 نقطة، كيف تستمع بأذن المسيح؟ احنا بنتكلم على ملاك الرأس عشان في آباء بتدخل، فأنا كل شوية أراجع بس رأس الموضوع. الموضوع بتاعنا حل المشكلات أو الحكمة في حل المشكلات. احنا هنقابل مشكلة القيامة، فاحنا بنقول في 3 ملائكة، ملاك عند الرأس، ملاك عند الرجلين، ملاك عند الحجر. ملاك عند الرأس، ملاك عند الرأس أبونا، ملاك عند رأس المسيح، ياخد من فكر المسيح ويعالج، ياخد من كلام المسيح ويعالج. غايتك ايه؟ عينك شايفة ازاي؟ وداني شايفة ازاي؟ وسمع ازاي؟ هل عندي فرصة؟ هل عندي فرصة؟ وانا عارف ان اول اشكالية بتقابلنا كلنا في الحياة هي الوقت. اول اشكالية بتقابلنا في الخدمة هي الوقت، مشكلة الوقت. خلاص يا ماما، خلاص يا ابني، طب اصل ما مش قادر مش قادر استمع، او مش قادر استوعب، ومش قادر اصغي، فمش قادر احس، فمش قادر اتعاطف، فمش قادر احس بالمشكلة دي بجد. والعجب في ان السيد المسيح ليه كل المجد يروح للبيت. ممكن اشرب فيش ميه، طب ما فيش، انت راجل يهود وانا امرأة سما، ما فيش الكلام اصلا. بس يا بنتي ده انت شاطره خالص. لا ابونا يعقوب اعطانا البير، انت مين اصلا؟ ولا يهمك، انا معاكي، ده انت بنت ممتازه خالص، ده انت حافظه وقاريه ودارسه. طول باله. في اخر المشهد خالص في يوحنا 4 البنت بتقول ايه؟ انسان. قالت ايه؟
إنسان. وجدت إنسان. طب واللي حواليكي؟ قالت بني آدمين، بني آدم، ولاد آدم، ولاد آدم كلهم من بني آدم، اللي بيقتلوا واللي بيسرقوا واللي بيعملوا. أما هذا فوجدته إنسان. طب إيه عمل إيه يعني؟ قال اداني وقت وقعد على البير، قعد، ما وقفش كده على الماشي كده في الطرقه، يلا يا بنتي ايه المشكله متخانقين، طيب حاضر، وبعدين طب بسرعه خلص ورقه اكتب روح لابونا التاني. لا، ده قعد معايا عند البير وقال لي نشرب وقال لي نحكي وجوزك وبيتك والقصه. انت خدت شويه وقت. فكيف نستمع؟ عشان اقدر احل مشكله او احلل مشكله انا محتاج اهدى شويه. تقول لي كتير، هقول لك صح، بس 5 أبرك من 10. 5 بذمة أبرك من 10 من غير ذمة. مش هنسيب 10، بس عايز اشتغل بروقان. عندي مشكلة في طفلي، في ابني، في بنتي، في مراهق، في حاجة، انا محتاج شوية طولة بال. فأول نقطة هي نقطة ملاك عند الرأس. وأسسنا حدثكم، ممكن تشاركوني في إضافة بعض نقاط لهذا الملاك عند الرأس. تفضل. نتحدث بكلام المسيح، بلاش الكلمات العنيفة أو الكلمات الصعبة أو الكلمات الجارحة أو الكلمات اللي هي وحش وغلط وزفت والكلمات سوري الكلمات الصعبة دي. صح، أتحدث بلسان المسيح، لأنه ساعات كتير القصة تخلص وأبونا مش نسيلك لما قلت لي، لما جرحتني، لما بكلمك وسبتني ومشيت. بنواجه ده لما كلمات أبونا اللي فيها البركة. طب يا بنتي حاضر، ربنا يباركك، حافظ عليك، حاضر، الموضوع كبير وصعب، اديني بس وقت عشان نعرف نتكلم مع بعض. وجدت إنسان. هي البنت قالت كده، البنت قالت كده على المسيح، قالت ايه؟ إنسان. فأول نقطة فكرة ملاك عند الرأس. ممكن تشاركوني أنسكم؟ تفضل يا أبونا. التدبير اللي هو التنظيم والترتيب هتيجي في الخدمة العملية عند الرجلين. أشكرك. فكر المسيح هو المسيح كان بيجوزهم عشان يتطلقوا. هو الكتاب المقدس لما كان بيقول يجمعهم كان بيجمعهم عشان يتخانقوا مع بعض على الملوخية والبطاطس، فيتخانقوا فيضربوا بعض فيمشوا. فإن أبونا زعلان مع أبونا كانوا بيترسموا علشان يتخانقوا. أي إشكالية، أو زوج وزوج، أي مشكلة. صح يا أبونا، اتفضل يا أبونا. لأن سيدي ساعات الواحد بحس أكتر حاجة إن أنا ألجأ للمسيح نفسه. أشكرك. على فكري، على رأيي، على أشكرك. خبرتي. أنا عندي بعض المشاكل، آسف يعني فشلت فيها، وحطيتها على المسبح، ربنا حل فيها بطريقة غريبة خالص خالص يعني، ولا اتكلمت ولا قعدت، لكن المسبح اشتغل. في حاجة جميلة خالص كانوا عملوها للأطفال عجبتني جدا. جايبين كده رسم كاريكاتير كده، أبونا جوه لما يجي يعمل دورة البولس يعمل دايرة كده 3 مرات، وينزل كده يعمل رقبة، ويخش الدراع كده يمين ودراع كده شمال، وينزل لتحت لغاية الأطراف. فرسم شكل بني آدم. وبعد كده بيقول كده: لأننا نحن الكنيسة جسد المسيح والمسيح هو الرأس. فلك الكاهن ياخد من المسيح الرأس وينزل بالجهاز العصبي كده للدراعات اللي هم دراعات الكنيسة. أبهاتنا الرسل اللي شايلين الكنيسة على دراعاتهم، اللي علمونا، والملائكة والشهداء والقديسين. ينزل على كل طفل وكل صغير وكل عصب من الأعصاب والخلايا العصبية لغاية
اللي واقف آخر باب، آخر واحد في باب الكنيسة، ويحمل آلام هذا العضو ويحمل أوجاع هذا الإنسان ويسحبها ويوديها فين؟ للمذبح زي ما قلتك بتقول. أشكرك يا أبونا. فكرة المسيح الرأس هو اللي بيقولها عن نفسه، وإحنا شغلتنا كلنا أبهات ملهاش حل غير إن إحنا بنجتمع عند الرأس ونجلس ملاكا يجلس عند الرأس. ملهاش حل. ملاكا يجلس عند الرأس. قدسك أبونا ملاكا يجلس عند الرأس، الدايرة اللي هي الدويرة دي اللي بنرسمها حوالين المذبح، عشان ناخد منه وندي الخلايا العصبية للأطراف، لأننا جميعا أعضاء في جسد المسيح. فدي الكنيسة. يبقى نمرة واحدة عشان ما اطولش عليكم، هي الفكرة كلها ملاكا عند الرأس. وقدسكم أتمنى يعني قدسكم تكتبوا تفاصيل وتكتبوا عظة كاملة، وياريت تساعدونا بها، لأنه كلنا هنشارك في هذا الأمر. إيه كمان عند الرأس؟ الحكمة خير من القوة. الحكمة في تدبر الأمور، وأنا باخد الحكمة من رأس الحكمة. يا سلام. عشان قدسك بس أبونا بيقول وجه بشوش، يعني بس وشك حلو ومبتسم. ما هو يا عيني الناس في المشكلات يعني مضروبة بالنار ومتخانقين وعليهم غضب وزعل أكيد طبعا. ولا في بتلاقوا حد عنده مشكلة ويقول لك أنا النهاردة عندي مشكلة جميلة أوي، يعني ما أعتقدش مش كده. فهو أكيد يا عيني لما يلاقي وجه مريح، مش مبتسم مبتذل أو بيعمل كده، لا طبعا عيب، لأنه هو حد قدامك متألم، بس وجه يشع بنور المسيح، وجهه مريح، مش فكرة مبتسم بس أبونا وشه مريح. يعني يشوف كده وتسكم وجه مريح، وشكم حلو، وشكم منور، لأنه دايما بتقرب للنور، فطبيعي بينطبع فينا نور المسيح. أشكرك يا أبونا. إيه كمان؟ مش الناس في أوائل، كل واحد يعمل خلفية مختلفة، وده محتاج بقى الاستنارة بروح الكورس عن طريق الصلاة عشان أفهم كل واحد خلفيته ويفكره إيه. أشكرك. فكرة التعميم، ودي هنقولها في الآخر خالص، فكرة التعميم كارثة. هي كل المشكلات بتتحل بالطريقة دي؟ لا، مش كل المشكلات بتتحل بالطريقة دي خالص. مش سيستم، لأن الناس مش قوالب. شكرا 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 يا جميل. في حاجة كنت سمعتها زمان يقول لك ايه، الخريطة ليست المنطقة. الخريطة ليست هي المنطقة. لما كانوا بيرسموا زمان الخريطة من 1800 كان ليها جزء معين، فكانت دي الخريطة، بس مش هي دي المنطقة. لما بدوا بقى العلامة والمش عارف ايه ويروحوا يا ايه ده في طلعت امريكا ايه، يا ده طلع في جزيرة ايه، ده طلع في كده، يبقى اللي احنا بنشوفه النهاردة ده جزء من المشكلة، لسه ما شفناش القصة كاملة. الخريطة ليست هي المنطقة، واللي نعرفه النهاردة عن الكواكب ده جزء، لكن في جزء أكبر احنا ما نعرفوش. فحتى المشكلات بس دي هتبقى في نمرة 3. حاضر. خلينا في راس الرأس، المسيح الرأس. أبونا اتفضل. أختي ود. كيف نرى المسيح؟ أشكرك يا أبوي. وإزاي في قعدتنا مع بعض، بس دي نمرة 2 بقى، إزاي في قعدتنا مع بعض مع أعضاء أو أطراف المشكلات نستجمع أو نطلب أو نستحضر ربنا في القصة. يا رب، وقدسكم عارفين ده كويس، بنبقى داخلين على بيت قافلة مقفولة، والناس دماغها مقفولة، وتقعد مع ناس مقفولة. يا رب تحلها من عندك، يا رب تحلها من عندك. دي يمكن قدسكم كلنا مجربين الحكاية دي. تبقى قاعد في القصة وتبص كده على حاجة تلاقي صورة مريمينا مثلا، أو صورة الأنبا موسى ولا حاجة، ايه
اشتغل انت بقى، انا مش عارف مين حصل معاه كده قبل كده. كلنا بتقفل معاك وترفع راسك كده وتقول يا انبا موسى الراجل ما بتصرف، بتلحق الحقني. ها المسيح الرأس. اتفضل يا الرأس تنزل بفكر الآخر زي ما السيد المسيح نزل بفكر المرأة السامرية والمرأة الخاطية وارتفع بيها فوق. يعني مش برضه بيفكر لوحده ما يعرفش الآخر بيفكر ازاي ويعلى بيه. أنا بوصل لفكر الناس. أشكرك يا أبويا. اتفضل يا أبي. المسؤول هو الرأس. أنا باخد من المسيح إني ربنا وكلني على أولاده، فأنا من المسيح وباخد من المسيح، أنا باخد مسؤولية. وهو مش اداني يعني حاجة بسيطة، ده قال لي معلش يا أستاذ عماد يا أستاذ أشرف يا أستاذ مينا لو سمحت ممكن حضرتك تيجي تشتغل معايا عشان توصل لي لولاد السماء. فاحنا يعني ببساطة كده قلنا له طب يا رب احنا ما نعرفش، ممكن انت تقودنا وتحركنا. ووافقنا نكون فعلة ناخد الناس نوصلها للمسيح. زي ما في قصة بسيطة خالص كده بتقول انه اب وعنده 3 ولاد، بنت وولدين. البنت والولد الصغيرين نزلوا عشان يشتروا طلبات وشيبسي وحاجات لطيفة كده، فبابا باصص في البلكون كده علشان يشوف الولاد ويطمن عليهم. جت عربية سودة ونزلوا 2 رجالة كبار لطشوا الولاد وضربوهم وخدوهم في العربية وقفلوا. بابا طلع جري للولد، الحق حبيبي الحق اخواتك اتخطفوا، الحق اخواتك اتخطفوا. في حل من 3 أو من 4 حلول. ان الولد ده يقول له طب اوكي خالص هعمل لهم ايه، ما هم غلطانين، ايه اللي ينزلهم بالليل يعني، عيال طفصة نازلة تاكل شيبسي سيبك منهم، هم يستاهلوا اللي حصل لهم. او طب اوكي حاضر بخلص الشات اللي في ايدي بس، طب بس معايا جيم اخلصه وتحت امرك حاضر. طب اصل عندي شويه حاجات كده بخلصها وعندي اجتماع اسره وعندي مش عارف ايه وعندي ايه اخلصه ان شاء الله وبنزل ادور عليهم. حاضر حاضر يا بابا حاضر تحت امرك. او يا نهار ابيض قام الواد نفض الجلابيه وطلع جري على السلم من غير شوزه ونازل حافي يجري عشان يلحق يجيب عيال اخواته. طب نجمعهم عشان الناس نجمعهم في حته. الواد ساب التلفزيون وساب اللي في ايده ونزل جري عشان يجيب العيال. يا واد حاسب هتتعور هيضربوك مش مهم اخواتي اتخطفوا. نزل بسرعه يجيب العيال وجابهم لابوه وهو متقطع ومتبهدل. دعونا ننظر أو نتخيل شكل الأب وهو بيبص على ابنه الكبير. ده اللي احنا بنعمله بالظبط لما نرجع ولاده اللي اتخطفوا. لما قدسك بتيجي تقول إيريني باسي وترشم الصليب كده وتبص كده تلاقي في آخر الكنبة البت اللي هي انت كنت أدالك 2 شهر بتجاهد معاها عشان تيجي ورجعت. تبص له كده تلف كده وتبص له تقول له جت جبتها لك. يقول لك نعما ايها العبد الصالح والامين، انا فرحان بيك يا ابونا رجعت لي بنتي، فرحان بيك يا ابونا كتر خيرك رجعت لي ابني. يا ده انا مش هنسى لك الجميل ده ابدا، هبارك لك في بيتك وعيالك وصحتك وهديك حياه ابديه، ده انت رجعت لي بنتي المخطوفه. اشكرك يا ابونا اشكرك يا مس. نزلت جري نفضت الجلابيه. طب يا ابني الاجتماع، طب التلفزيون، طب هتتعور، طب يقولوا عليك، طب يشتموك في النت، طب مش مهم انا مش شايف. ابويا صرخ وبيقول لي عيالك اتخطفوا. اقعد اتفرج على التلفزيون واعمل برامج واعمل نت واقعد في حوار صحفي وبتاع. يا عم انا مش فاضيلك عيالي بيتخطفوا. انزل جري اجيبهم لابويا واقول له خد. انا بس مش عايزكم تفكروا غير في ايه نظرة الاب ليك وانت جاي تصلي قداس ورجعت له عياله.
بختينا احنا الكهنة، يا بختينا احنا كهنة، صحيح، يا بختينا. كل كام يوم كده تاخد النظرة دي من عينيه في الشرقية وتبص له كده تقول له ساعدني، انا جبت لك فلان وفلان بس لسه في كتير حقك علي، انا هنزل تاني. ده الملاك اللي عند الرأس. نمرة 2 ملاك عند الرجلين. ملاك عند الرجلين يشهد ويشاهد آثار المسامير عند رجلين المسيح. ملاك عند الرجلين، عند رجلين المسيح. عايز تحل المشكلة؟ اتضع للمسيح. هناك حكمة بشرية، هناك حكمة أرضية، وهناك خبرات وتجارب، والتجربة دي أنا عملت فيها 1 2 3 ونجحت كويس جدا، والطريقة دي علمية حلوة خالص، ده كويس جدا، كويس خالص. بس إذا لم يتضع الإنسان وينزل عند رجلين المسيح عند الصليب ويقول له يا ابويا مهما هعمل ومهما هحاول احل مشكلات مش هعرف احل زيك يا اللي حليت مشكلة البشرية كلها في جسدك. انت الاستاذ بتاعنا، انا هعرف احل مشاكل بسيطة زي دي؟ ده انت حليت مشكلة البشرية كلها لما آدم سقط وكنا فيه فسقطنا وورثنا الخطية والموت والفساد. جيت رجعت لنا الحياة والقداسة والبر مرة أخرى. أشكرك يا رب يا يسوع. اديني يا رب يا من صلبت على الصليب من أجلي أني أجلس عند قدميك. حياة الصلاة الأولانية الفكر والقراءة والكتاب المقدس والقرب من المسيح. عند الرجلين نمرة 1 الجلوس عند الصليب. كلنا عندنا مخدع، وكلنا عندنا جلسة صلاة حلوة. أول حد فينا تفوت منه وسط الخدمة وسط المسؤوليات والعظات وكل الحاجات الجميلة دي انه يغفل عن مخدع الصلاة، لان فيه عند قدمين المسيح نرتوي بالدم. دم المسيح ده مش جزء عاطفي ولا جزء رومانسي، هي المسيحية في دم المسيح، هي دي المسيحية. باراق لما قال لدبورة تيجي معايا، قالت له اجي معاك فين؟ قال لها في حرب على سيسرا ولازم تيجي معايا. قالت له يا عم استنى بس، ده انا امرأة وانا خيبانة وانا ست متجوزة ولا. قال لها تيجي معايا وما رحتش مش رايح. ماله ده؟ اصر باراق البرق شمس البر انه ياخد البت الغلبانة معاها الحرب. يا عم مش هعمل حاجة، يا سيدي مش هعمل حاجة. راحت دبورة تشهد وتشاهد مشهد الصليب، مشهد باراق بيحارب سيسرا. لا هي معاها جنود ولا ما هي حرب ولا معاها حاجة خالص، وقفت بس تشوف الملك يوم الجمعة العظيمة وهو ينتصر وبيحل المشكلات بدمه. فرجعت البت تقول ايه؟ ترنمي يا دبورة، افرحي، هللويا هللويا، اللي احنا بنقولها في التوزيع. انا فرحانة، انا مبسوطة، انا متهللة. ايه انت عملت ايه؟ انت عملت ايه يا ابونا اصلا؟ انت عملت ايه يا مس؟ قالش حاجة. انا رحت شفت ابويا بينتصر، فرجعت اقول ايه؟ دوسي بعزة يا نفسي. راجع البت ايه بقى؟ قوية. جبت منين القوة دي ايتها النفس البشرية؟ قال لاني رحت قعدت عند الصليب وخدت القوة منه، خدت القوة منه. فأول جزئية في ملاك عند الرجلين هو الملاك اللي هو قدسك، يعني الذي يشهد مشهد الصليب ويتأمل في آلام المسيح وصليب المسيح ويشكر المسيح كل يوم. أشكرك يا رب على صليبك وفدائك. في صلوة جميلة خالص، أشكرك يا رب على صليبك وفدائك. صعبة؟ أشكرك يا رب على صليبك وفدائك.
اشكرك يا رب على صليبك وفدائك. كل يوم اصحى الصبح اشكرك يا رب على صليبك وفدائك. رجعنا ورثة الملكوت. اشكرك يا رب على صليبك وفدائك. اشكرك يا رب. وهكذا. نمرة 2 في صليب في ملاك الرجلين. كن كرجلين المسيح، بتجري وبتخدم ويجول، يصنع خيرا ويتعب ويطول باله ويسأل ويذاكر ويشوف ناس ويسأل الآخرين ويسأل خبرات ويسأل أبونا ده ويقرأ عن مش عارف ايه التكنولوجيا ويقرأ عن مش عارف المشكلات ويذاكر. ما جاتش مشكلة 1 2 كده طب اوكي خلاص. لا استنى 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 استنى, استنى. ذاكر. المسيح مشي كتير ورجليه تعبت كتير، فملاك عند الرجلين يشير للتعب وللجهاد. اجتهد وطول بالك. لا خلاص القصة خلصت، يلا يا ابونا ودي الملف للطلاق. خلص. ليه لا ما احنا قعدنا معهم كتير خالص. يا عم طول بالك، ده في عيال هتضيع وفي دنيا. استنى بس اصبر، طول بالك ابوس ايدك. لا خلاص. وبقينا نسميها اي تسمية تستحل عشرة مش عارف ايه، اي حاجة. طول بالك. وده يخلينا نشوف نقطة طول بالك على اخوك اللي في الكنيسة. طول بالك على الخادم اللي ذاته نقح عليه شوية، اللي عامل لك مشاكل في الخدمة ده. خادم غلبان، طول بالك عليه. غلبان، صدقني غلبان. احنا كلنا غلابة، ابليس مطلع عنا. وانتوا عارفين الكلمة اللي بتقول ايه؟ ان ابليس بيفتري، بس ده الصعيد اصلي، بيفتري في الولاد بتوعنا دلوقتي. عارفين كلمة بيفتري دي؟ لا مش بيضربهم، لا الضرب البنيات دي سهلة. في واحد يجيبه لغاية عند رجليه كده ويفطسه. انتوا عارفين دي؟ البت والواد متجوزين، يفتري فيهم، يفطسهم تحت رجليه عشان يعدمهم العافية. مش قادر ابونا، مش قادر خلاص، ما فيش نفس. ايه ده الطاقة بتاعتك فين يا ابني؟ خلاص انهكت طاقة، مش قادر. يهلكهم طاقة نفسية وطاقة روحية وطاقة عاطفية. يجي الواد يعني عشان يتجوز ما فيش خلق. اما تيجي تتخانق معاه في خلاص بقى مش زهقان. ليه يا عم؟ ما فيش طاقة يا ابونا. عشان كده ملاكا عند الرجلين، نتعلم من صليب المسيح، نجلس عند القدمين. نمرة 2 اتعب في المشكلة، واسمع الأطراف، واسمع تاني، وخرج الأسرة من القصة. أنا بحاول أقرب بس أمثلة فبتروح دايما للزواج، لكن لا، دي في إشكاليات كبيرة. إشكاليتي أنا ككاهن مع ربنا. تسمعوش انتوا الكلام ده؟ كمش انتوا دعوة بالكلام ده. أنا ككاهن عندي مشكلة، إزاي ربنا يعمل كده؟ بيحصل ساعات كده، ساعات أنا صعبان عليا جدا من ربنا. دي إشكالية داخلية جوايا أنا أبونا. إزاي ربنا سمح بكده؟ أنا جيت أعمل الموضوع الفلاني هو أنت سامعني؟ هو أنت شايفني؟ هو أنت حاسس بيا؟ تلاش يا ابونا، تلاش. دي طبيعي جدا، وإبليس بينغشك شوية، ولكن أنت مش على التراك، ما تلاش. اجري بس على باطرافك وقول له، هيقول لك حبيبي اطمن. ده راح لبطرس وراح لتوما وراح ليوحنا، قال له نار تنزل. فما تقلقش حبيبي، خالص ما تقلقش. ففي إشكاليات مش بس خارجية. احسن نفكر ان احنا كهنة الله العلي شغلتنا القضاء نصلح مشاكل الناس. لا، مشكلة موسى أول طريقة لحل المشكلات عارفينها طبعا. موسى 40 سنة كان مقتدرا في القول والفعل، أعمال 7. ظنا في نفسه أن إخوته يفهمون أن الله على يده يصنع خلاصا. يروح ربنا يقول له نعم يا حبيبي. ايه مش واخد بالي على ايد مين؟ انت كنت في سبت في 3 شهور، انا جبتك وحطيتك وخليتك ابنة فرعون. ايه اللي حصل؟ خلاص بقى، ما انا درست الرياضيات والفلك وبقيت ابن فرعون بقى، انا ماشي ايه
اقتل يا قال له لا 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 خد تعالى خش لي على البرية، خش لي على البرية كده يا باشا، يلا 40 سنة خش لي يا بابا، خش لي ارعى غنم، امسك عصاية وهش خرفان. ده انا ابن فرعون، ده انا وزير، ده انا عظيم، ده انا فاهم في الاجرام السمائية والحاجات والبتاع. مش انت عامل ماجستير والدكتوراه في اللاهوت والحاجات وانت فظيع يا ابونا؟ ايه ده شويه، ايه بس تعالى هش غنم. ايه ده؟ سيبوني التعليم والمحاضرات والحاجات وسيمسكوني اخوة رب. ايه لما يعملوا فيا ده؟ هو بيجيبك، تعالى خد تعالى، انت مش طالع كده على النت وحلو وفظيع وما حصلتش، خد تعالى خش لي البرية جوه. ليه؟ عشان تتعلم تصلي، عشان تتعلم تتضع. فكان طريقة حل المشكلات ايه يا باشمهندس؟ يلا روح نادي وقول ان انا اللي ارسلتك قال له معيش حاجة، ما اعرفش، انا اعرفش احل مشكلات، انا غلبان، انا خيبان. قال له طب ايه اللي في ايدك؟ قال له حتة عصاية. قال له ارميها في الارض فصارت حية. قال له امسك بذنبها فرجعت عصاية. قال له اذهب بهذه العصا. ايه طريقة الحل اتغيرت، كانت بالفكر والعقل والدراع. بعد 40 سنة قال له لا، موضوع مختلف، ده حتة عصاية تشق بحر، ما درسناهاش دي. حتة عصاية تجيب مية من الصخر، ما درسناهاش دي. أقود شعب في البرية، شعب عظيم جدا متذمر ومتعب بحتة عصاية. أيوة، تيجي ازاي دي؟ قال له 40 دراسة و40 جبل. أبونا أنت خلصت 40 دراسة، ممكن تشتغل في 40 جبل؟ ممكن تخش البرية وترعى خراف، ترعى غنم يثرون؟ ممكن تقبل؟ أصل ربنا بيجهزك يا موسى عشان تكون بترعى شعب. طريقة حل المشكلات هنا غير طريقة حل المشكلات هنا خالص. عند ملاك عند الرجلين، آخر واحد فيهم خالص قال لهم ايه ده انتوا سايبيني بره ليه؟ يعني الملاك عند الرجلين وملاك عند الراس جوه عند المسيح كده، وسايبيني انا عند الحجر بره. يا اخي حتى عيب يعني. تخيل كده يعني، عشان بس انتوا نعستوا وانا باقي لي 4 دقايق. ابونا موسى قال لي 12 بالظبط. ده موسى اصلا انا خايف يكون لسه في النص الاول. ملاك عند الحجر، الحق المشكلة والحق العذارة والحق المريمات قبل الدخول للقبر، قبل ما تحصل المشكلة. تعال نستقبلها من بدري، تعال نحضر من بدري، تعال نطمن الناس من بدري، تعال نأسس الشعب من بدري. انت مش قدالك 40 سنة في الكهنوت وحفظت المشكلات وعرفت دنيتها وراسها من رجليها؟ ما يلا بقى تعلم الجيل الجديد قبل ما يدخل المشكلة اصلا. ما تستنى لي من بره. ده نمرة 1. استعد وجهز الناس قبل المشكلة. يا واد يا بت هتتجوزوا، خدوا بالكم. 1 2 3 4. لا هو قديس ولا انت بتنزلي زيت. تعالوا نفهم مع بعض، انتوا كده انتوا كده انتوا كده. يا ابونا تعال هنرسم لك كاهن جديد. لا هو ما يعرفش حاجة ولا انت اثناسيس الرسول. اهدى كده على نفسك بالراحة. ابونا الكبير احتوي الصغير. يا اخونا الصغير انت لسه بقميص وبنطلون، هتترسم تكون طوعا للاب الكبير وتحترمه وتطيعه. التفهيم، التوعية، الشرح. لسه طفلي في حضانة، اشرح له وافهمه الموبايل فيه كده والقصة فيها كده وبابجي ده فيه كده واللعبة دي فيها كده. اشرح ووعي وفهم. ملاكا عند الحجر واقف بره. ويا ريت يكون فينا حد من الناس اللي هي بتقف على الباب بره. صدقوني كان عندنا في ملاوي في شارع الساغة خدام حلوين قوي، اسمه خادم الحوش.
كان الاستاذ فلان يقول لك ايه، بقول لك ايه، انت يا عم ليك في الالحان وانت ليك في الوعظ، انا ماليش، انا ليا في الحضن. فيقف بره استاذ ماجد موريس، يقف في الحوش بره معاه شويه ورد وشويه شوكولاته. انت يا بنت فينك، ازيك، عامله ايه كده، بجد اهلا وسهلا، الله انت لابس، انت جميل، انت سكر، طب ايه انت جيتش الاسبوع اللي فات؟ لا يا اخي، خد تليفوني معاك ونرن على بعض. واحد قاعد بره والتاني قاعد بيوعظ جوه عند القبر، بس في واحد واقف بره. مش كتير بيشتغل الشغلانه دي، مش كتير بيشتغل الشغلانه دي. الاجتماع فيه 500 واحد، فأبونا الأسقف يقول لك إيه، الله يا أبونا اجتماعك رائع، 3000 بني آدم، برافو عليك، حاجة عظيمة جدا، أنت ممتاز. فيقول له حللني يا سيدنا، أنا بشكرك جدا جدا، بس أخويا شاطر قوي في الوعظ، خليه يمسك الاجتماع ده، علشان أنا عندي 2000 في الشارع على القهاوي ما بيجوش الاجتماع ده، خلي أخويا شاطر يمسك 3000 الحلوين وأنا أروح للوحشين. سيد المسيح عمل كده، ترك 99 ونزل يدور على الخيبان، على الغلطان يجيبه. في ملاكا عند الحجر، ملاك واقف بره، نقول له يا عم انت واقف بره، ده اللي جوه دول 100. لا، الملاك المبشر يطبطب على المريمات ويطيب قلبهم، ما تخافوش يا بابا وماما، اطمنوا، ولادكم هيبقوا حلوين، ويطيب قلب الناس ويكلمهم عن المسيح الحلو، يكلمهم عن المسيح الحلو الذي قام من بين الأموات. من فينا يطبطب على الناس ويقول تعالوا، أهلا بيكم، بحبكم، أهلا بيكم، فرحان بيكم، ويستقبلهم ويستوعبهم. ده توزيع البركة، وتسكم عارفين ده توزيع القربان بتاع البركة، ده قصة، ده يدرس توزيع البركة للشعب، ده قصة. أهلا يا أستاذ فلان، زوجتك فين؟ طمني، مش عمتك؟ ازيك يا مريض؟ أنا زعلان منك على فكرة وعايز أقعد معك ضروري. دي شغلانة بتاع توزيع البركة دي، دلوقتي اخترعوها، دلوقتي يحطوها في طبق ويوزعوها على الناس. لا، ده القداس 2 وتوزيعة البركة 3 ساعات، عشان اللي عايزك بابا يلاقيك. اللي عايزك بابا، كلمة بابا دي الناس بتدور على ألف ب أب، أول حرفين في اللغة، مش بيدور على الكام وعشرين حرف فلسفة، بيدور على ألف ب أب. كل الناس، كلنا دور على بابا أب. فخليني عند الحجر أبشر بالقيامة، فيها خير، فيها أمل، أيوة، في إمكانية لحل المشكلة طبعا. في تعبير جميل خالص يقول لك إيه، احتضن الفشل. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ احتضن الفشل. لما يجي لك فشل اللي هو عدم نجاح في حتة معينة، ما ترفضوش وما تتضايقش وما تنزعجش، ايه ده انا فشلت في الموضوع الفلاني خالص، خده في حضنك كده. هي ايه المشكلة؟ انا ما نجحتش في الموضوع الفلاني، ليه؟ يمكن ما صليتش كويس، يمكن ما درستش الموضوع كويس. طب معلش، هتعلم منه المرة الجاية. ليس هناك فشل ولكنها خبرات وتجارب. فكرة ان الواحد يحتضن الفشل ما تقلقش منه، في واحد ينزعج. كانوا سألونا سؤال في مرة انا بلمت فيه، كان مؤتمر كده، فقالوا لنا ككاهن انهي اسعد وقت بالنسبة لك؟ في القداس، في العظة، في مؤتمر، في جلسة اعتراف، في زيارة افتقاد؟ كلهم حلوين، بس انهي اسعد نقطة تقول انا عندي افتقاد النهاردة؟ كل واحد يجاوب، لان كل واحدة طلع عليها دراسة اللي هي بتاع حاجات كتير قوي كده في العلم يعني. وقفة مسبح، عظة، مؤتمر، رايحين 3 أيام مؤتمر مع الولاد، جلسة اعتراف، زيارة افتقاد. انهي اسعد لحظات في حياتك في ال5؟
براحتك. لا، ده كل واحد قصة، ده كل واحد فينا يجاوب، لأن كل واحد فينا ملاك من الملائكة. أنا ملاكا عند الرأس، أنا ملاكا عند الرجلين، أنا ملاكا عند الحجر. عشان لو كلنا فاكهة واحدة، كلنا تفاح، أين باقي الفاكهة وأين الفيتامينات؟ التفاح لما يقول أنا عظيم، البرتقال يقول له معلش ما أنا فيها فيتامين سي. الجوافة تقول له أنا سعري رخيص جدا وفيها فيتامين سي وبروح لكل الفقراء. فالنوع اللي هو اللي مش عارف اللي بيسموه ايه ده غالي جدا، ده للأغنياء جدا وفيه فيتامين كذا وكذا. طب والموز، طب الفراولة، طب أصل كل واحد فينا فاكهة، أو بالتعبير الأدق كل واحد فينا ملاكا يبشر بقيامة المسيح. النهاردة اتكلمنا عن ملائكة القيامة، الرأس والرجلين والحجر. ربنا يحفظكم، يقويكم، يديكم نعمة وبركة. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.